لا يحتاج المراقب، أي مراقب كان ذكي والله كان عبيط، لا يحتاج إلى جهد كي يتلمس من خلال تصرف الحكومة في لبنان والعهد في لبنان أن هذا العهد كله، هذا النظام الآن يعمل في لبنان هو يسير تحت نير الاحتلال الأمريكي. في السفارة الأمريكية يوجد غرفة سوداء تتحكم بمفاصل بعض الوزارات والوزراء التابعين للأسف لأمريكا في هذا العهد. هذا العهد ارتضى أن يكون في في عالم تنفيذ كل قرارات أمريكا. نعم، نحن اليوم نعيش في الاحتلال الأمريكي، وهنالك هامش بسيط لبعض الدول العربية تحديدا السعودية، هامش يدور في الفلك الطائفي لا أكثر ولا أقل، ولكن نحن نعيش حياة سيئة جدا من خلال هذا الاحتلال البغيض. لذلك ترامب لم يعير أي اهتمام لا لرئيس بعبدة ولا لرئيس السراي حينما اتصل بغالبية الحكام العرب ليطلعهم على وقف إطلاق النار مع إيران، ولكنه استثنى لبنان لأنه يعتبرهم مجرد موظفون لديه لا أكثر ولا أقل. ما لا يحرر لبنان إلا المقاومة، والمقاومة هي الوحيدة التي تبقي لبنان، وعكس ذلك غير صحيح أبدا، لأن هذا البلد ارتضى بعض من يحكمه أن يكونوا عبيدا عند الأمريكان.